بالمقابل، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء محسن رضائي قال إن إيران أحبطت مخططا أمريكيا لتنفيذ هجوم بري، معتبرا أن استهداف الجسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد كان جزءا من خطة لعزل الساحل الإيراني عن المناطق الداخلية. وأوضح رضائي أن سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أدى إلى فشل خطتهم، مشيرا إلى أن الضربات التي استهدفت البنية التحتية في هرمزغان ولا سيما الجسور والطرق الرابطة بمحافظة فارس كانت تهدف إلى فصل منطقة مضيق هرمز عن العمق الإيراني. وأضاف أن الضربات الإيرانية ألحقت أضرارا كبيرة بقاعدة أمريكية من الكويت أو في الكويت، وأدت إلى إخلاء أربيل ونقل مقر القيادة المركزية الأمريكية من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن القوات الإيرانية واصلت عملياتها لمدة يومين بعد توقف الجانب الأمريكي لضمان إدراكه عواقب أفعاله.